مع بعض كيكه بسيطه وسهله، كمان ان احنا نشربها جنب الشاي بلبن او الشاي عادي او القهوه. ممكن نفطر بيها. اول حاجه معايا كوبايه لبن. هعمل كل حاجه في الخلاط. ومعايا 3 بيضات انا مطلعاهم بقالي حبه. هحط الاول هنا كده كوبايه زيت، بنفس الكوبايه هعاير كل المقادير بتاعتي. دلوقتي بعد ما حطينا اللبن والزيت مع بعض، بعد كده هنزل بالبيض، بس الاول هكسره في الطبق عشان اتاكد ان هو سليم. حط 3 بيضات. دلوقتي كده بعد ما كسرت البيض في الطبق اتاكدت ان هو سليم، هفتح كده الخلاط هحط كده كيس الفانيليا علشان الزفارة بتاعة البيض، واضرب كويس. دلوقتي كده هصب معاكم كوبايتين وربع سكر. طبعا لو حابين تزودوا في السكر تاني زي ما انتوا عايزين. ادي احط اول كوبايه وهضرب. هنزل بالكوبايه التانية. بعد كده هحط الربع. دلوقتي هحط بقى معلقه خل كده هنا، وهضرب وارجع لكم تاني. معايا هنا 2.5 كوباية دقيق، وهنزل عليهم بالكيس البيكنج باودر. وهقلبهم مع بعض كده كويس، وابدا انزل واحده واحده بالخلاط وانا مشغلاه. طبعا انا فاتحه الفرن من بدري، من اول ما بدأنا نعمل الكيكه مع بعض. تمام. والصينيه دخلتها الفرن بس 5 دقايق تسخن، ودهنتها كده بالزيت وسمنه. تمام. بطنتها كويس علشان الكيكه يعني ما تلزقش من الجوانب ومن كل ناحيه. ده كده شكل الخليط بعد ما ضربناه كويس في الخلاط. تمام. هننزل بيه هنا كده كله. طبعا انا مش هسيب ده بالسباتله، وهنزله كده معاكم. بعد ما صبيت كده كل المقدار بتاعي هنا، هديها بس كده اي خطوه
بيضتين وهدخلها الفرن. اول ما تستوي هوريها لكم بقى. هحطها في الفرن على درجة حرارة 170 درجة متوسطة، يعني على حسب الفرن بتاعك. وبعد مثلا ربع ساعة او تلت ساعة كده نفتح نتأكد نشوف ان استوت ولا لا. كده شكل الكيكة بعد ما استوت. احنا كنا المفروض نضرب شوية اكتر في البيكنج باودر مع الكيكة علشان بس ما تنفش من حتة قوي وحتة لا، بس هي استوت تمام. لو حطينا السكينة كده بتطلع فاضية السكينة يبقى كده هي استوت. هنقطعها كده معاكم. هي حلوة جدا 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 جدا. ممكن بقى مع كوباية شاي بلبن، كوباية شاي، قهوة، كوباية عصير. ممكن في الفطار نفطر بيها، نحطها في اللانش بوكس بتاع الحضانة بتاع المدرسة. بصوا هي هشة ازاي وطرية جدا اهو، ده شكلها. طلع حتة واوريها لكم. ده كده شكلها اهو لما قطعتها تمام. بصوا طرية ازاي وبتتقطع بسهولة، هي طعمها حلو جدا تمام. وده كده شكلها اهي من جوه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناة، واستنوا مني فيديوهات تانية كتير، وقولولي عايزين اعمل لكم فيديوهات ايه تاني. سلام.